من موقع جبال القهوة وراديو جوا، نحن موجودين معكم من مكتب القوات اللبنانية بعمشيت خلال حفلة التسلم المسلم، وإلى جانب الدكتور بشير الياسر بالقوات اللبنانية. دكتور بشير، أول شيء مبروك فوزك بالانتخابات البلدية، يغزي العين عليك، طبيب ناجح، منسق نشيط وريس. هلا خبرني كيف رح تلحق عليهم كلهم؟ يعني إذا بدك وقت بيكون عندك فريق عمل عن جد وهي بنشتغل نحن فيه، نحن كلنا إيد وحدة. كان بالطب عندنا فريق عمل بيشتغل، كان بالمنسقية ما في منسق وما في رئيس مركز، نحن كلنا رفاق، نحن بنشتغل فريق عمل واحد. وهلا بالبلدية ما بعتبر انه في رئيس بلدية واعضاء، في 12 عضو وفي كل الضيعة رح نحط ايدنا بايد بعض نوصل لانماء ضيعتنا. ومن الطبيعي انه بمرحلة معينة نعطي اولوية لشغلة على الثانية. دكتور بشير، اليوم تسلم المهندس ربيع عواد رئاسة مركز القوات اللبنانية بعمشيت، شو بتحب تقول كلمة بهيدي المناسبة؟ أنا بقول له مثل ما حكيت بكلمتي بالتسلم والتسليم، رسالة من القيادة من الدكتور جعجع لربيع، تكون هالمناسبة هي لتعزيز وحدة الصف القواتي بعمشيت. الشباب كلهم خير وبركة. الرئيس السابق روميو أعطى كثير لمركز عمشيت، رح وسلم أجيال تكمل أجيال، سلم هالشعلة لرفيقنا ربيع يلي حاطط خطة عمل، وإن شاء الله بتعاون كل الرفاق نقدر نوصل لمركز فعلي يفرجي صورة القوات الحقيقية بضيعة عمشيت وتكون ماسة كل الضياع. شكرا دكتور. شكرا.